ألف الحمد لله على السلامة يا خالد. سلمك. فيني على اسمك؟ بنين سلطانة. شو صار معك طول وقتك؟ هلا نحن نايمين، فجأة بسمع صريخ البنت. أنا ما عاد فيني أنزل، التخت طبعا ما يضرب بالجيتين. مسكنا بالأرض وقعدنا انتظرنا تخلص الهزة. خلصت سمعنا صريخ، طلعنا باب الحديد مقلوب على الباب، ما فينا طلعنا منه. بالأخير في ظهر حدا كان برا فتح لنا باب الحديد، الجار. دخلت بيت أختي جنبي، في صريخ تحتنا واحد عم يستغيث. أنا ما شفته، أنا صرت صرخ بدي أعرف مين اللي عم يصرخ. ما شفنا حدا لأنه مهدود، ما فيك توصل لتحت. بالأخير نحن بدنا نطلع، وصلنا على الدرج ما في درج، كبينا حالنا لتحت. تحت طلعنا مسكر مدخل بناية بالهدم، طلعنا البنايات على الأرض. ما عرفنا بعدين شو صار أبدا. نحن بالطابق بيتوا حالكم من أي طابق؟ الثالث من درج، صار ركام على الدرج. نحن طبعا بيتوا حالكم على الركام؟ تماما ايه. حتى انا لهلا كيف نزلت ما بعرف. انا طالعه على اساس في درج، تفاجأت ما في درج بدك الصريخ تنجي بروحك. اكيد اكيد. يعني وضع ما بيتخيلوا عقل ابدا ابدا. يعني وضع مأساوي كثير. راح البيت تماما؟ ايه راح. راح راح. الناس اللي تجمعت بتعزيك، صح. فعلا فيها عزاء. يعني الناس كلها كانت كويسة، كل الناس كلها قاطبة. أنا ما شفت حدا إلا الكويس. أنا ما عندي شباب، ما عندي أولاد شباب الحمد لله. حسيت كل الناس أولادي، كل الناس أهلي. كيف وضعكم هلا؟ وين موجودين؟ لأول يومين رحنا لبيت حماها لبنتي، قعدنا يومين. هلا رجعنا لبيت أخي كمان قاعدين عنده. طبعا أجار بيت هلا نحن أنا راتبي 100,000 متقاعدة، بالمية 105,000. أجار ما بعتقد في أجار. يعني شو بدنا نعمل ما بعرف. أنا إسا كنت تعرفني بنتي صبية، يعني قبل الزلزال نحن إسا مرضت معتي الحمد لله. 5 سنة هندسة. كل الأحوال رقمك صار معنا خالته، وإن شاء الله أهل الخير كتار. أكيد نحن السوريين سند لبعض وما رح نتركك وحياتك. أكيد. الحمد لله. الحمد لله على السلامة. يعني هي بعزي. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. شكرا لك.